نحن لدينا طبيعة لا نريد كثيرا أن نظهر أن الحركة موجودة في كل مكان وأشخاصها موجودون في كل مكان، وهناك نوع من التغطية على ما يقوم به الآخرين، وأن نكون نعلق على كل شيء. نحن نريد أن نترك للآخرين أن يبدوا رأيا. نحن نؤمن بالرأي الآخر، نؤمن بالرأي المعارض والرأي المخالف والرأي المساند، ونؤمن بكل هذه الآراء. لكن لدي 3 ملاحظات على هذا الموضوع، وكما هذه أول مرة أتحدث على هذا الموضوع، على موضوع كريم مولاي. الملاحظة الأولى، نحن لم نكن مع كريم مولاي، فهو جاء الرجل قدم شهادات وقال أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا لفترة كذا، بل إنه عندما التقاني أول مرة جاء لكي يخترق الحركة، وهو اعترف بذلك. وفي ثاني لقاء قلت له ذلك واعترف، وقال نعم ابتعثوني لذلك، واعترف بأشياء كثيرة، وأعطاني الملف وقال أعطيك الملف لكن من فضلك لا تخرجه إلا بموافقتي. وظل الملف الذي أخرجناه قبل بضعة أشهر عندي لأني أعطيت كلمة، بالرغم أنه كان يزلزل النظام، وبالرغم أنه كان في حقائق كثيرة كما ذكره هو فيما بعد، ولكني من الرجال الذين إذا أعطوا كلمة فإن الموس على الرقبة أسهل لي من أن أخالف كلمتي. ولم نخرج الموضوع إلا بموافقته وبعد تغيير بعض الأشياء فيها في الشهادة، ثم خرج هو للإعلان وقال نعم أنا من كتبت هذا الكلام وأنا من كتبت هذا الكلام. الأمر الآخر فيما يخص شهادة كريم مولاي، نحن لا نقول أن كل ما جاء في الشهادة صحيح، لكننا نقول لمن يعتقد أنه غير صحيح فليقدم الدليل، فليعترض على ذلك. الرجل يقول أني مستعد أن أحاكم، أنا مستعد أن يتم محاكمتي، أنا مستعد أن أذهب إلى قضاء حر، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ الرجل يقول أنه أنا عميل، أنا مجرم، لقد أجرمت، لقد فعلت ومستعد أن أحاكم. الذين، وهذا هو ملاحظتي الثالثة، الذين يشككون في هذه الشهادة 3 أصناف. صنف بالنسبة له المفاجأة كبيرة جدا إلى درجة أنه لا يصدق، هو يبحث عن تصديق ويريد أن يصدق، لكنها من شدة وهلع المفاجأة مما استمع، مجازر، قتل، اغتيالات، ذبح، نهب، كذا كذا كذا، لم يستطيع، عقله لم يستوعب، وأنا أتفهم ذلك. صنف ثاني لا يسعه ولا يريد للآخرين أن يقولوا كلمة الحق. بالنسبة له كلمة الحق تأتي من عنده ولا ما تجيش، بعد الطوفان بلا به الأرض ما تدورش ولا الشمس ما تطلعش، وهو يمتلك الحقيقة ويحتكر الحقيقة. ولم يناقش كريم مولاي فيما قال، وإنما جاء يناقشه هو كشخص في شخصيته. يا الرجل يقول لكم أنا عميل، أنا مجرم، أنا خاين، أنا قذر، واش تقدروا تزيدوا على وجه الكلام؟ ومع ذلك جاءوا يقولوا لو كان وما يعرفش فلان ويعرف فلان وهذا كذاب وهذا كذا. طيب ناقشوا النقاط اللي قالها، هو جاب وقائع، جاب أحداث، جاب أسماء، جاب كذا، ناقشوا هذه الأشياء. وصنف من السفهاء العملاء طبعا تحركهم الDRS، وبالتالي والDRS اللي حدث لها زلزال شهادة كريم مولاي عندهم، ونحن نعرف أنهم ذهبوا لكثير من الناس وقالوا لهم ما تصدقوش، وحاولوا بكل الطرق وأعطوا تعليمات صارخة للجرائد، معلومات دقيقة لدينا، تعليمات صارخة لا يتحدثوا بحرف واحد، وجريدة تكلمت عليه مسحوا بهم الأرض من بعدين، قال لهم من أعطاكم الحق تكلموا في هذا الموضوع؟ ولذلك تشوف عشرات مما يسمى بالجرائد كما يسمي أحمد مطر بالمراحيض هذه لم تتحدث عليه ولو كلمة من مشاهد، مع أن الشهادة خطيرة جدا، ومع أنهم أحيانا يأتون بأشياء لا معنى لها، ومع ذلك لم يتحدث. ثم يقولون الصحافة المستقلة. هناك صحفيين رجال في الجزائر شرفاء مخلصين، وهناك شباب يحاول أن يقوم بالمهنة، ولكن أصحاب الدكاكين، أصحاب الصحافة، مدراءها وأصحابها وممتلكيها هم جزء، هذو كمثل السحرة تاع فرعون، بالرغم من السحرة تاع فرعون تابع عليهم ربي فيما بعد وأخلصوا، هؤلاء أوسخ من أسيادهم، وبالتالي وهم يحركون أيضا من يتحدث معهم ومن يمشي معهم. وشفنا كثير منهم أصبحوا الآن مراسلين وأصبحوا الآن كتاب،
وهم لا يجيدون ربما ثلاث جمل. إذا باختصار بسيط حول هذا الموضوع، نحن تركنا للناس، نحن نقول نحن لسنا كريم مولاي، نحن لا نقول أن كل ما قالوا كريم مولاي صحيح، لكن نقول لمن نعتقد أن أكثر ما قالوا صحيح، ونقول أن لمن يعتقد أو لمن يريد أن يشكك فليواجه الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة. أنا حتى بعث لي واحد أنه رد عليه واحد فلما استمعت للرد لقيته لا معنى له، لا قيمة له نهائيا، لأنه التشكيك في لم يأتي في الأحداث والواقع، بل بالعكس هذا اللي رد عليه أكد من حيث جاي ينفي، أكد أن ما قالوا كريم مولاي صحيح وأن الجزائر تحكم عصابات باختصار بسيط. ننتقل أخي محمد العربي إلى المحور الثاني والخاص بالدخول الاجتماعي. في الدول المتقدمة الأمور تسير إلى الأمام عكس الدول المتخلفة. ما هي قراءتكم للدخول الاجتماعي لهذا العام مقارنة بالبحبوحة المالية التي تتمتع بها خزينة الدولة؟ كثيرين مما يعلقوا على الموضوع هذا يقولوا لا نفهم أن دولة بهذه الغنى وبما فيها من خزائنها، يعني فيه 200 مليار، هم يتحدثوا على 150، هناك 50 مليار في الغالب يتحدثون عليها موجودة عند الولايات المتحدة الأمريكية، 43 مليار بالضبط. يقولون أن بهذه الأموال، يعني هناك شعوب أخرى مش بهذه الأموال، ليس لها أموال أصلا، ومع ذلك خرجت وبنت معجزات. وهناك شعوب أخرى بأقل بالكثير من هذه الأموال والمداخيل، اللي هي طبعا مداخيل بترولية كما تعلم، 99% من مداخيل الجزائر من مداخيل البترول، وبنت دول وأنتجت وإلى آخره. هذا ينم على عجز كامل، على ان بلوكاج توتال كما يقولوا، على عجز في الفكر، عجز في التفكير، كل ما هناك أن هذه الأموال تنهب، ويوميا حتى صحافتهم ودكاكينهم تعلن عن ذلك، وما لا يعلنون عنه طبعا هم بكثير، خاصة اللي مس كبار القوم. نحن نعرف كثير من هذه القضايا وإن كنا لا نعرف كلها. الدخول الاجتماعي، هناك شعب يتخبط، شعب سجين. كيفاش يعقل أنه هناك أطفال الآن ما يروحوش المدارس لأنه حتى هذه المحفظة اللي باش يعطوها لهم نهبوها، يعني في وسطاء وفيه نهبوا لهم المحافظ ما عطوا لهمش، في فقراء في رمضان ما عطوا لهمش القفة، وفي خرج اضطرت الناس أن تهجم على وين موجودة ما يسمى بقفة رمضان، وهي إهانة وإذلال الشعب الجزائري، ولأنه الوسطاء يأخذوا في الأشياء هذه. وهناك اعتراف آخر، قالوا أنه 70% من أطفال الجزائر يستحقون المحفظة، بمعنى أن الحكومة عن طريق ما يسمى وزارة التربية اعترفت أن 70% من الشعب الجزائري، من أسر الشعب الجزائري، هي أسر فقيرة، بالرغم أنه من قبل كانوا يقولوا 5%، اللي هي مش موجودة حتى في السويد ولا في سويسرا من الفقراء. إذن يعترفون أن هناك ما يقارب من 70% يستحقون هذه المحفظة، ومع ذلك لا يعطونها لكثير منهم، واللي يعطوها لهم ناقصة، أو يعطوها لهم يأخذوا لهم منهم سراقين. وطبعا السراقين موجودين في طول الخط، إذا كان كبير القوم يسرق بالملايير الدولارات، إذا كان الجماعة تاع سوناتراك هما يعترفوا بأن السرقة تجاوزت المليار دولار فيها، ثم يطلقون الوزير هذاك يروح راه موجود الآن في أمريكا وما بين أمريكا وفرنسا قاعد يتجول وغيره. إذا كان طبعا اللي بعدهم يسرق واللي بعده يسرق واللي بعده يسرق، وكل واحد حاط يدو في جيب الآخر إلا من رحم ربك، ولكن الأغلبية تعاني. أنا أتحدث طبعا على ما يسمى بالمسعولين، وليس الشعب المسكين. الأغلبية تعاني. هم مرة أخرى يقولوا ما كانش حل، ما كانش تغيير لهذا النظام، فالناس وش تعمل؟ شوف المظاهرات. فقط أول أمس القصبة، معركة حقيقية في القصبة بين ما يسمى برجال الشرطة والشعب المسكين. علاش؟ لأنه باختصار بسيط ما خلاهمش يبيعوا في الطرقات. نعم من حيث المبدأ الناس ما تبيعش الطرقات، من حيث المبدأ الناس ما تخش، هناك أماكن وين تباع الأشياء، هناك تجار، هناك كذا، هناك، لكن اللي ما يلقاش الخبز هو عنده الحق باش يسرق، مش باش يبيع في الشارع. اللي ما يلقاش باش يوكل ولاده ولا باش هو ياكل ولا باش هو يشرب، راهو من حقه شرعا يسرق ولا يقام عليه حد. هذا إذا كانوا يفكروا في الشرع طبعا. فما بالك أنه يروح مسكين واحد يبيع
لبسه قديمه، وواحد يبيع حوايج، وواحد يبيع مانيش عارف يشري حاجه منه ويبيعها منه الى اخره. الدخول الاجتماعي سيكون ساخن بكل الطرقات، طبعا ايضا عن طريق ما يسمى بالبكالوريا السياسيه اللي داروها العام الماضي، بحيث عطاو البكالوريا اكثر من 50 ولا 60% من الناس، والان مش راح يلقاو اماكن في الجامعات، والشباب يريد ان يدخل الجامعات لان فيش عمل. الان الاعمال اللي فاتحينها في افضل الحالات هو الا صح لك بوليسي ولا صح لك جدارمي ولا باش تروح عسكري. طبعا هناك مناصب، هناك اماكن، لكن هذه مخصصه للمعارف والوسطاء وكذا الى اخره، لكن اغلبيه الشباب لا يجد. وباعترافهم هم واعتراف الجهات الاجنبيه الوكالات الدوليه 75% من يقل 75% من الجزائريين الذي تقل اعمارهم عن 30 سنه لا يجدون عمل. 3/4 شباب لا يجدون عمل. سيكون دخول ساخن، لكن دائما نعود لابد من قوة تنظم هذه القدرة على الحركة وعلى التحرك وعلى الرفض، لأن راهي وصلت للعظم. راهي كاين ناس والله ماتت من الجوع، مش مجازا، ماتوا حقا، ونشرت بعض جرائدهم ذلك وذكرونا ناس اللي يعرفوهم ذلك. كاين ناس ياكلون مزابل، مرات كاين ناس يقولوا لي ليش تذكر في بعض القنوات قلت انا الجزائري ياكل مزابل. نغطوا راسنا نخبوا راسنا تحت الارض كما النعامه، هذه حقيقه. حقيقة فيه ناس يأكلون مزابل. لا أقول أن الجزائريين كلهم يأكلون مزابل، هناك من الجزائريين من يملك الهامر نهبا وسرقة، من يملك الملايير، من بنوا القصور، من أخذوا الأراضي، من أخذ، لكن هذه القلة قليلة جدا بالمقارنة مع الأغلبية التي تعاني. وضمن الأغلبية هناك طبقة مسحوقة، يعني هناك حوالي ما بين 10 إلى 20% مسحوقين سحق كامل، مش فقراء، مسحوقين. الفقير هو الذي لا يجد قوت عامه، فإذا به هذا نحن نعرف أن الذين لا يجدون قوت عامه أكثر من 50% في الجزائر. لكن هناك ناس مش ما يجدش قوت عامه، ما يجدش قوت يومه، وأحيانا ما يجدش واش يأكل. إذا فسيكون ساخن. الحمد لله أن فيه رجال داخل النقابات بالرغم أنهم يحاولون تحطيمها، وفيه رجال آخرين ونساء آخرين يتحركون، وإن شاء الله يكون في اتجاه صحيح. أخي محمد العربي، ننتقل إلى المحور الثالث وهو ما قبل الأخير حول القاعدة وإعلان الهدنة. اجتمع يوم أمس الأحد 26 سبتمبر 2010 قادة أركان كل من مالي والنيجر وموريتانيا بتمن راست لوضع خطة استراتيجية لمحاربة ما يسمى بالقاعدة في المغرب الإسلامي وتبادل المعلومات بشأن هذا الموضوع. وكان من المفترض هو أن تحضر ليبيا وتونس والمغرب، طالما أن ما يسمى بالقاعدة له طابع مغربي. كيف تفسرون غياب أو امتناع دول المغرب العربي أو منع هذه الدول من حضور هذا الاجتماع؟ وكيف تفسرون ظاهرة احتماء ما يسمى بالقاعدة في المغرب الإسلامي بالصحراء، وكان من المفترض هو أن يحتمون بالجبال ويتقربون من الوديان لحماية أنفسهم من القصف والحر والعطش؟